السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام المفترجة اللي احنا فيها دي كلها، يعني كلها أيام وهيقولوا لك غدا رمضان. فأنا كنت مفرزة معاكم السنة اللي فاتت فراخ، ان شاء الله هعمل فيديوهات التفريز معاكم الأيام الجاية. أنا بحب أعملها في الآخر خالص لأني ما بحبش الحاجات دي تتخزن كتير في الفريزر. يعني اللي عارفيني ومتابعيني من زمان عارفين ان انا اخر واحده بفرز لرمضان. ماما وحماتي كتر خيرهم جابوا لي الخضار كله، يعني ملوا لي التلاجة، يعني فرزوا لي الخضار كله. انا هفرز معاكم بقى اللحوم والفراخ. النهارده قاعده لا بيا ولا عليا، فقلت من زمان كان نفسي في اكله محشي كده. طلبت بقى من الخضري، جبت الكرنبايه المحترمه دي، وجبت ورق العنب ده. انا بحب ماركة ارابيل، وفي ماركة اسمها صائغ. لو حد بيحب ورق عنب اللي هو مش طازة في السوق، جربي دي لو ما لقيتيهوش طازة، والله بجد حاجة تحفة. هي اربيل تقريبا، او ارابيل، ارابيل. والتانية الماركة التانية اللي انا استخدمتها اسود. تمام. وجبت برضو مشكل خضار اهو. بعمل محشي، بعمل محشي بجد مش بتريق. وجبت خضرة محشي جايه لها انا اهو. فانا النهارده جوزي مش هيتغدى معانا، فقلت هعمل غدا خفيف كده. عندي كفته طلعتها. شرطة الاطفال هكلمهم، اكلم شرطة الاطفال. مكرونه، هعمل لهم المكرونه دي، يعني دي اسرع حاجه ممكن تعمليها لو انت مش طابخه. وعندي كفته مطلعاها تفك، هعملها لهم معاهم غدا سريع كده. دي بالشيدر، دي اللي جربتها الصراحه فيهم حلوه جدا، وولادي حبوها قوي. فهنتغدى الاول وبعد كده ندخل بقى في المعمعه دي. هقول لكم طريقتين لورق العنب، للمحشي عامه. طريقة على البارد من غير ما تسبكي طماطم، وطريقة بالتسبيك، واللي انت تحبيه اعمليه، الاتنين على ضمانتي. واللي يجربهم يقولي في الكومنتات ايه رأيه. وبقول لكم يعني والله بكل ثقة، جربوا طريقتي في المحشي. هي طريقتي على قديمه شوية، بس انتوا عارفين ان اللي على قديمه ده مفيش احسن منه. هعمل الغدا، وهبدأ معاكم بقى ايه المعمعة اللي احنا هنبدأ فيها. اول حاجة بجيب حاجة كده صغيرة، هي كمية المكرونة اللي فيها مش كتيرة، تمام. فبجيب حاجة صغيرة كده بغلي فيها بسلق فيها المكرونة. هو مكتوب هنا ورا بتسلقيها 8 دقايق، بس الصراحة اسلقيها 10 دقايق احسن، لان بتفضل ناشفة شوية. وممكن اصلا تجيبي اي كيس مكرونة عندك وتسلقيه مكانها. ليه بقى؟ لان كمية الصوص اللي بتيجي معاها كتيرة جدا على المكرونة، فانتي ممكن تسلقي كمية مكرونة اكبر من كده كمان. بصوا انا هنا اهو سلقت المكرونة دي، المكرونة اللي انا جاية معاها عشان انا عاملة كمية على قد ولادي الاتنين بس. تمام. وبيجي معاها الكيس ده، هفتحه برضو واوريهولكوا للي هما لسه ما جربوهاش. الصوص ده بقى بنعمله ازاي؟ نفس اللي انا سلقة فيها كده. هتقع، استنى احط فيها اللبن وبقى احطها. تمام. هنحط هنا كوباية لبن. انا بحط، هما كاتبين كوبايه ونص، فانا بحط كوبايه ونص. تمام. ادي كوبايه اهي. تمام. هحطها هنا بقى ومولعه النار التانية عشان احمر فيها الكفته. وهحط هنا باقي اللبن اللي هو النص كوبايه. لا لسه بعملها. وهنحط الصوص اللي انا قلتلكوا عليه. بصوا هو عباره عن بودر كده. بصوا الصوص ده كتير جدا على كميه المكرونه اللي جايه معاه. انا عرفتكم اهو من الاول عشان تزودوا المكرونه. نعم يا قطة. ده بتاع المكرونه. وبتبدأي بقى ايه، والمفروض بتعمليه على البارد الاول، بس انا عشان مستعجله عايزاهم ياكلوا كده عشان اخلص اللي ورايا، يعني هلحق اقلبه قبل ما اللبن يسخن، فاهميني؟ هو يعتبر كده بقلب على البارد. هنا اوعي تقعي. احط بقى الكفته بتاعتهم. هو انا بقليها عامه في سمنه بلدي. انا السمنه نسيت اطلعها من التلاجة، فجامده جدا. هقليها هنا كده.
بس حلوين عليكم دول، كفايه عليكم كده. بس سيبوها كده بقى انت مع نفسك، علي النار عليها شويه عشان ما تشربش، وبرده هفضل اقلب في ده. هتشوفوا دلوقتي، هرجع لكم لما يتقل عشان ما اطولش عليكم الفيديو على الفاضي. اهو بصوا الصوص تقل ازاي، بقى تقيل ازاي. هنا بقى انا كده هطفي عليه. حسبي يا ديد عشان النار. شاطره. لا مش ايه يا والكفته خلصت. بعدي بس عنهم عشان هم ايه حواليا كده بخاف. اهو والكفته هنا خلصت، وانا اتغديت وعملت القهوه بتاعتي اهي قلبة الدنيا. حط عليها خل، اقوى حاجه تنضفي بيها. همسحها قبل ما البوتاجاز ايه يتبهدل عشان ما تبقاش بهدله على بهدله. فاحط لهم المكرونه والكفته واكلهم وارجع لكم. خلصت بقى اكلتهم ودخلت بقى على طول اول باول كده قبل ما نكسل. الشتا ده بيكسل جامد والله. إيه، فدخلت اعمل المواعين الغدا. انتوا شايفين هي اصلا حبه قليلين خالص. احنا الغدا كمان ما كانش غدا اللي هو حاجه ضخمه وكده، فالدنيا كانت سهله. فاول باول كده عشان ايه يبقى حوالينا نضيف، وكمان احنا داخلين على محشي وحوارات، فكفايه اصلا مواعين المحشي. الطريقتين المحشي اللي انا هوريهولكم دلوقتي دولت ينفعوا لاي محشي خضار، بس بتاعه ورق العنب ما ينفعش اعملها في الكرنب اللي هي على البارد، وبتاعه الكرنب ما احبش اعملها في ورق العنب. فاهميني؟ ممكن تحطوا الخلطتين في الخضار اللي هو الكوسه، البتنجان، البطاطس. لو عايزه تحشي بصل تمام. في ايه تاني؟ الفلفل ينفع فيه الخلطتين دولت. لكن الخلطة بتاعت ورق العنب ديت هي الورق العنب، والخلطة بتاعت الكرنب هي للكرنب. ما معرفش احط دي في دي، بحس الطعم اصلا بيختلف وبيبقى مش حلو كده. هنا خلصت اهوت. ايه ده؟ دي مناخيري دي اللي بانت. فبننضف كده ورانا عشان الدنيا تبقى زي الفل. طبعا انا شلت كل ده وغيرته. هنزل لكم فيديوهات تنظيفات رمضان. انا بعملها في الاخر خالص، بعملها في نص شعبان. فاهميني؟ عشان ابقى حاسه ان انا نص رمضان نضيف شويه، اجي اعمل تنظيفات العيد تبقى ايه هينه، لاني بعمل تنظيفات رمضان جامده قوي. يعني دي عميقه جدا، بشيل اللي جوه جوه الدواليب. ده الخضار يا بنات. بصوا حتى بعت لي الخضار اصلا في حاجات بايظه كتير. يعني الخضار ده انا مش مسامحه، انا ما اعرفش الخضار فين. انا بكلم شركه مندوب مناديب يعني، وبقول له انا عايزه كذا وكذا وكذا من اي خضري، وشوف الحته اللي جاي اللي قريبه منك من البيت يعني وجيب منه. انا غلطتي ان انا ما بعتهوش لخضري معين. فاهمني؟ آه اللي عايز شركه مناديب يقول لي شركه محترمه جدا، بس هو يعني هو مش مسؤول ان هو ينقي لي وكده. بس يعني كنت محتاجاه وما كنتش عارفه انزل من العيال وكده، وجوزي كان مسافر. دي ميه سليق الكروم، بحط فيها ليمون وبحط فيها كمون. عايزه اقول لكم ان الكرومبايه ديت كانت سيئه جدا جدا، مش مسامحاه برضو فيها، مش مسامحاه خالص. اسلقها مهما اسلقها ايه، مفيش لعبه. اسلقها يا جماعه مهما اسلقها مجلده، ما بتطراش خالص. عارفين حلاوه الكرومب كده، تبقى الورقه شفافه كده، تبقى رهيبه. فماما الله يسترها بعتت جابت لي واحده وسلقتها لي وقطعتها لي وبعتتها لي. يعني ماما لحقتني، بس طبعا معرفتش ايه. معرفتش احط ال يعني الفها اليوم ده معاهم. عملت حلة هي ثانية كده يا جماعة، 4 فين؟ يلا 4 فين؟ عملت حلة ال- الورق العنب وحلة الخضار،
معاكم هنا، وبرضو عملت معاكم الخلطة بتاعة الكرنب، بس عينتها زي ما هي في التلاجة. طبعا انا بكلم البنات اللي هي لسه سنة اولى مطبخ، مش انتوا كلكم عارفين وشطورين. ما بتغرزيش السكينة للاخر عشان ما تقطعيش الاوراق، هي لنص الكرباية كده، وبنطلعها وبنسلقها مرة واحدة. بتعرفي منين بقى ان هي استلقت؟ بتلاقي اوراقها فكت في المية واحدة واحدة كده، بتطلعيها واحدة بوحدتها. تمام. انا كده لسه ما غسلتهاش، طبعا لازم دي تتغسل جدا لان الكروم بيتزرع في الارض، فاهميني؟ بيبقى ايه الديدان والحشرات وكلها هو معرض ليها كلها، ممكن تفتحي الورق تلاقي حاجات من دي، فانت لازم تغسليها كويس جدا جدا جدا. انا بغسلها بعد ما بشيل الجذع ده، بعد ما بغسلها برضو بحطها في مية السليق واسلقها، وانا بطلع فرع فرع بغسله برضو، فاهميني؟ لان انتي اصلا لازم تكبسيها بميه بارده اول ما تطلع عشان ما تفضلش تسوي نفسها. إيه، يا رب اكون عارفه اوصل لكم المعلومه. هنا كان خلاص، انا كنت هنا بغسلها قبل ما احطها في ميه السليق. كسرتها والله. انا وقفت الفيديو عشان لقيت الطماطم قليله عندي، اكيد لاحظته في المقطع اللي كان قبل ده، فطلبت طماطم وكده وزودتها، وكمان هحتاج طماطم ايه للتخديعه ايه التانية بتاعت ورق العنب دي. ال ال التعصيجه بتاعت تعصيجه ايه يا لحمه التخديعه بتاعت الكرنب والكوسه والفلفل والبتنجان. لكن ورق العنب انا بعمله بحاجه تانية خالص، فهوريها لكم برضو. هنا حطينا البصل وفوقيه الطماطم، ما بحطش صلصه خلاص جماعه، امنعوا الصلصه من البيوت كلها بجد، لان سمعت فيها حاجات غريبه قوي. والله العظيم الاكل بيطلع هو نفس الطعم، ده الصلصه كمان بت بتزود يعني بتزود الحموضه. انا مش هحط بهارات دلوقتي خالص، ولا هحط الخضره دلوقتي خالص. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هغطي على الكلام ده وهسيبه، هعلي النار عليه عشان تتسبك بسرعه، ولو عايزاها تتسبك اسرع شيلي الغطا. بس انا عشان ايه بتقعد تطرطش وكده، وانا حقيقي مش قادره، انا منضفه المطبخ كله، فهسيبها مع نفسها كده وهبدا اسلق الكرنب. تمام. بس انا مش هسلق الكرنب دلوقتي، فانا هسيب الكلام ده. وهنا ميه سليق الكرنب انا مش هسلقه دلوقتي، ليه؟ لان لازم دي تكون جاهزه. هسلق وعلى ما تهدى يعني واحط فيها الرز والخضره. بقول لكم ايه، شوفوا معايا عشان ما تتلخبطوش. هنا بقى بتاعت ايه الورق العنب، غسلنا الرز وحطيناه وحطيت فوقيه الخضره، وهحط دلوقتي الطماطم. بس الطماطم انا مش ضرباها ضربه كامله، فاهمين؟ كانها مبشوره، هي لو مبشوره احسن، بس دي ساعات بتنجزني. هبدا احط الطماطم وهقطع كمان بصل وفلفل اخضر وارجع لكم. بصوا حطيت ايه بقى عملت قطعت البصله وقطعت الفلفل الاخضر، وحطيت فوقيها بهارات ايه، ملح فلفل كمون كزبره بابريكا شطه بهارات محشي. وانا عشان مش سلقه لحمه، انا يعني طبيعي بنسقيها بشوربه اللحمه، لا انا النهارده مش سلقه اللحمه، انا هحط اللحمه تحتيها. فعشان كده هعمل ايه بقى هنا، حطيت حبهان وورق لورا مفرومين، انا جايباهم كده من عند العطار. لكن لو انتي سلقه لحمه وحاطه فيها بقى الحبهان والمستكه والكلام ده ما تحطيهمش هنا. وهحط كمان مرقه انا افتكرتها وانا بكلمكم، وهميكس كل ده. انا يا جماعه انا لابسه جلافزات مش عشان بصور وطالعه على اليوتيوب وكده، لا والله عشان انا ضوافري بتصفر من المحشي. هعمل ايه، هميكس كل ده يعني كله في بعضه كده. وهعمل ايه بعد كده كمان، هشوح اللحمه دي، لحمه ستيك اهي، هشوحها وهحطها تحت ورق العنب وتحت الكرنب. الخضار مش هحط فيه تحتيه حاجه. تمام. هعمل الكلام ده وارجع لكم وانا بشوح اللحمه.
وهحشي ورق العنب. طبعا كلكم شاطرين، بس انا هحاول اوريكم واحده وانا بحشيها. نسيت اهم حاجه، دبس الرمان في ورق العنب بالذات. دبس الرمان ده اهم حاجه، انا حطيته وهضرب كل الكلام ده في بعضه وارجع لكم تاني. اخر حاجه بنضيفها خالص هي معلقه سمنه او زيت او زبده، اي ماده دهنيه عندك ضيفيها. بصوا، انا نزلت ورق العنب، مش هقعده كتير، يعني دقيقتين كده وهشيله، عشان اللي بيجي في البرطمانات ده بتحسي حتى بعد ما بتسويه ان هو مجلد شويه وانتي بتاكليه ناشف كده. لا، اول ما يجي اشطفيه كويس قوي من الماده الحافظه اللي عليه ديت، اللي هي بتبقى في البرطمان دي. انا بهدلت الدنيا من دبس الرمان، ما كانش عايز ينزل. اشطفيه كويس من الميه ديت، لان المواد الحافظه دي مش كويسه خالص. تمام. ونزليه في ميه مغليه كده دقيقتين وطلعيه، يعني هو بيبقى مسلوق. تمام. انا عملت ايه بقى؟ فرشت ملاية امي العظيمه على السجاده، وحطيت الحاجه وهبدا ايه ارصه هنا اهو. دلوقتي قولي، انا مامة مين؟ ماما ماما بيضة. مامة مين يعني؟ مم. سيبه. مامة سي مين؟ شرف. مامة قطودي ده صح؟ مم. طب مين مامة بابا؟ مامتو مامة بابا مين؟ مامتو نجاح. نجاح. تيتا نجاح. تتجاح. طب مين مامة ماما؟ احنا اهو بالليل خلصت، بس ما خلصتش كله يعني. هنا الخضار حشيته اهوت، وحشيت ورق العنب اهو، ولسه هروح احشي الكرنب، هحطه هنا اهو. شو لسه الكرنبة اهي حطها، بحطها على وشها كده الاول واضغط عليها كده. انا بتكوني طافيه النار يعني، مش خلاص، بس الميه بتبقى ايه سخنه، وايدك تستحملها كده، فاهمين؟ ايدك تكون تستحمل سخونيتها، ما ينفعش تحطيها في ميه مغليه جامد عشان ما تتهريش منك. تمام. وهنا الصلصه بتاعتها خلاص اتسبكت. بتعرفي منين؟ هقولك. لما تلاقي، عشان الدخان ده، الماده الدهنيه بتاعتك طلعت على الوش، خلاص كده انا هطفي. هاتي بس دي كده عشان ايه. بصوا قربت لكم اهو. كمان انا بحب التسبيكه تبقى كده. هنا بقى هبدا احط ايه البهارات: ملح، فلفل، كمون، كزبره، بهارات محشي، مش هنحط حاجه تاني. وهحط الحباش اهو، الحباش ده. تاني يوم الصبح بقى تعالوا اقول لكم انا بسقيها بايه لما بيكونش عندي شوربه. بصوا، انا بجيب حله كده بملاها ميه، وبحط فيها 2 مرقه. وطبعا انا عارفه المرقه خطر وكل حاجه، بس انا ما عنديش شوربه ومش دايما يعني. بحط عليها بهارات المحشي، اساسي تحطي فيها بهارات المحشي. وباخد شويه من التخديعه اللي كنا عاملينها من شويه دي، الصلصه ديت باخد منها كبشه بحطها فيها. وبحط فلفل وملح وكمون وبابريكا وكزبره بس. وبس بيها بقى ايه المحشي بتاعي ده، في حاله ان ما عندكيش شوربه. طب لو عندك شوربة بتسقي بيها زي ما هي. والافضل تضيفي للشوربة ديت ايه شوية برضو ايه من الصلصة اللي انتي عملتيها للمحشي، بتبقى تجنن. طبعا احنا كلنا محشي الخضار وكلنا محشي ورق العنب. الصينية دي اتنسفت من طعمتها. طبعا عصرت عليها ليمون وكانت حلوة قوي. يوميها بالليل بقى بعد ما ماما جابت لي الكرنبايه، بنتي نامت، قلت طب يلا بقى نكمل وناكلها بكره. خلينا كده حامين ورا بعضه، يعني يومين محشي ورا بعض. انا كنت عامله اصلا الخضار وورق العنب ده على يومين، فهم اسم الله عليهم اكلوهم وكده، فقلت خلاص بقى اقوم احشي الكرنب وهي حاجته كلها هي جاهزه. حشيت حله الكرنب كلها، هوريها لكم دلوقتي. وتاني يوم بقى الصبح قمت كده
صليت، الجو كان تلج 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 بجد. اللهم انزل دفئك وسكينتك على من لا مأوى لهم يا رب. دايما خلي الدعاء ده على طول على لسانك بجد. يعني الحمد لله احنا عندنا سقف وبيت وحاجة نتغطى بيها، في ناس ما عندهاش الكلام ده بجد. يا رب ربنا ينزل دفء وسكينته على من لا مأوى له. اهو المحشي اللي انا لفيته كله بالليل. صحيت طبعا الصبح مروقة بقى، اليوم اللي بيبقى الطبيخ مطبوخ ده بصحى براحتي. ده العقد بتاعه زي ما قلتهولكوا، وكان في شوية كده شوية رز حطيتهم في كام فلفلاية كده على الوش. مش هرمي حاجة طبعا. بصوا المحشي بيتكلم عن نفسه اهو يا جماعة. شبه محشي ننتي الله يرحمها، اترحموا عليها بالله عليك، اترحموا عليها بالظبط. هي اللي محبباني فيه اصلا، وفي طريقته وفي كل حاجة فيه. لو وصلتي لغاية هنا بجد انا بشكرك جدا، واتمنى ان يكون الفيديو عجبك. وما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة.